السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة ميري سويت كوك مع وصفة جديدة، واللي هي عبارة عن بزطيلة بالدجاج اللي كتجي لذيذة بزاف وكيجي الشكل ديالها اكثر من رائع. يمكن لكم تقدموها للضيوف ديالكم والعائلات ديالكم، كذلك يمكن لكم تحضروها بمكونات جد اقتصادية متوفرة في كل بيت. نخليكم تكتشفوا طريقة ومكونات وطريقات التحضير. وبسم الله على بركة الله. كنحتاجو كمكونات لتحضير بسطيلة الدجاج: كيلو وربع دجاج، كنحتاجو ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود، نصف ملعقة صغيرة فلفل احمر، ورأس ملعقة صغيرة ملح. كنضيفو هاد التوابل للدجاج مع نصف كأس صغير زيت زيتون مخلط مع زيت نوار الشمس، ونصف كأس صغير ماء. كنخلطوا المكونات مزيان وكنغطيوها بلاستيك غذائي وكندخلوها الثلاجة ليلة كاملة. في اليوم الثاني وفي طنجرة كنضيفو نصف كأس زيت زيتون وزيت نوار الشمس، كنضيفو نصف كيلو بصل مفروم، ثم الدجاج اللي خليناه ليلة كاملة في الثلاجة، كنضيفو نصف كأس ماء. كنغطيو الطنجرة وكنخليو الدجاج ديالنا يطيب على أقل من مهل، درجة حرارة تكون معتدلة. في مقلاة أخرى كنحتاجو نصف كيلو لوز اللي غنحمصوه مع شوية زيت رومية. كاينه طريقة أخرى مزيانة، هو أننا كناخدو اللوز كنسلقوه وكنحيدو ليه القشورة ديالو، من بعد كنحمصوه. بالنسبة لي هذه أحسن طريقة باش أننا نصيبو في السلة ديال الدجاج. واللي ما عندهاش الوقت يمكن ليها دير هاد الطريقة هذه، يعني تحمص اللوز بهاد الطريقة هذه. هنا كنطلعو على الطنجرة ديالنا وكنضيفو ليها شوية قزبور معدنوس، وكنغطيو عليها مرة أخرى باش يطيب لنا الدجاج مزيان. المرحلة الموالية هو أننا كنعزلو الدجاج
على المرقة، لان هاد المرقة هادي غنضيفو ليها البيض باش نحصلو على خليط تاني اللي غنحتاجوه في البسطيلة. هنا كما كتشوفوا في الطنجرة الزيت كاين فوق ديال البصلة، يعني هذه هي النتيجة اللي بغيناها. من بعد ما عزلنا الدجاج كنضيفوا البيض. هنا احتاجيت غير 5 البيضات لانني غنحضر غير بسطيله اللي هي من حجم متوسط. كنضيفوا البيض ديك المرقه اللي طيبنا فيها الدجاج، وكنخلطوهم مزيان فوق نار هادئه مع الاستمرار في التحريك حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيشبهوا الحبيبات ديال الكسكس. هذه هي النتيجه اللي بغينا. كما قلت لكم كيشبهوا الحبيبات ديال الكسكس. وهذا هو اللوز اللي سبق لنا حمصناه وطحناه. كنضيفوا ليه ملعقتين من سكر بودره او ملعقتين من العسل، بالاضافه الى ملعقه ماء زهر وملعقه قرفه. انا هنايا كما غتشوفوا في الفيديو نسيت ما ضفتش القرفه، ولكن ضفتها في الاخير. نخلطوا هاد المكونات مزيان باش نحصلوا على النتيجه اللي بغينا. وهنا سالينا من تحضير 3 مكونات: دجاج، خليط اللوز، وخليط البيض. غنحتاجوهم في تحضير البسطيله. فوق صفيحه الفرن كندهنوها بالزيت مزيان. من بعد كنحتاجو اوراق البسطيله. انا هنايا شريتهم، ولكن شريتهم ناشفين من محل تجاري. من الاحسن اللي بغى يوجد البسطيله ياخذهم عند صانعي اوراق البسطيله اللي كيوجدوهم في ساعه. هذا احسن حاجه. غير انا ما كانش عندي الوقت، داكشي علاش خديتهم في محل تجاري. كما كتشوفوا هنايا يعني كيتهرسوا. نتوما يمكن لكم تحضروا البسله باي شكل بغيتو، اي صفيحه يمكن تستعملوها. بالنسبه كنفرشوا سطح الصفيحه كما كتشوفوا هنايا. كنفرشوا ورقه على ورقه كما غتشوفوا. من بعد ما دهنا الورق بالزيت او بالزبده اللي يعجبكم، من الاحسن تكون بالزيت نباتيه. هنا كنضيف اصفر البيض باش يلصق ليا دوك الورق، لان كما قلت لكم خديتهم ناشفين. هنا من بعد ما كنفرشوا ورق البسله في صفيحه الفرن، كنحطوا ورقه اخرى وسط دوك الوراق اللي درناهم في الجنب. بالنسبه لعمارة البسله ديال الدجاج، اول حاجه كنديروا خليط ديال البيض. من بعد كنديروا ورقه من بعد ما دهناها. من بعد كنديروا خليط ديال اللوز، عاد خليط ديال الدجاج. اولا كنديروا العماره ديال البيض، من بعد عماره ديال الدجاج، من بعد العماره ديال اللوز. يعني كل طبقه بين طبقه وطبقه كنديروا ورقه البسطيله. هادشي هي الطريقه الاصليه ديال صنع البسطيله ديال الدجاج. اما نتوما في ديوركم يمكن لكم ديروا الشكل اولا الطريقه اللي عجبتكم. كما كتشوفوا هنايا انايا واخا ان شفات لي الورقه، يعني حاولت ان نقاد البسطيله ديالي بالطريقه اللي عجبتني بالمكونات اللي متوفرين عندي.
هنا كما قلت لكم في البداية نسيت القرفة وعاد كنضيفها في الأخير، لأن القرفة كتعطي نكهة اللي هي زوينة لبسلة الدجاج، وكذلك ماء زهر. أنا كنحاول نجمع البسطيلة مزيان، ما تخافوش ولو أن الورقة جاتني ناشفة بزاف بزاف بزاف. كنحاول نجمعها ونضيف أصفر البيض باش أنها تلصق ليا من الجناب. كما قلت لكم من الأحسن تاخذوا البسطيلة عند صانع أوراق البسطيلة اللي كيوجدوهم في ساعة. هنا كنحاول نقاد الجوانب مزيان، من بعد كندهن البسطيلة بشوية الزبدة أو زيت نوار الشمس، وكندخلها الفرن بدرجة حرارة معتدلة. وهذا هو الشكل النهائي ديال بسطيلة الدجاج اللي حضرت معكم اليوم، واللي زينتها بشوية سكر كلاصي وشوية اللوز المهرمش، وزينتها كذلك بالبريوات بالفرماج. كنتمنى ان هاد البسطيله هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم، بالاخص انها كتحضر بمكونات جد اقتصاديه متوفره في كل بيت، كذلك كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى لكم اوقات ممتعه. شكرا لكم والى اللقاء.